لو جيت سألتك تعرف مين هو أول شاذ في التاريخ، وازاي عارف أصلا إن ده هيدخل في ده؟ هو ده اللي هتعرفه النهارده. بس في الحقيقة هو مش واحد بس، هم مجموعة مع بعض وعملوها كلهم مع بعض في نفس الوقت، والمجموعة دول اسمهم قوم لوط. الناس دول كانوا عايشين في مدينة خيال كلها خير وزرع ومش ناقصها أي حاجة. المدينة دي كان اسمها سدوم. فطبعا زي ما انت عارف على ايامهم كانت العربيات والطيارات هي الجمال والاحصنه، فلما كانت مجموعه من الرحاله بيعدوا على المدينه ويشوفوا الخيرات اللي فيها كانوا بيقعدوا ياخدوا نصيبهم ويمشوا، ياكلوا حاجه بقى، يشربوا حاجه، او يتفرجوا على المدينه بس ويمشوا. بس اهل المدينه دي كانوا ناس زباله قوي، ما يتخيروش عن اسرائيل في شيء، مش عايزين اي رحاله ولا اي حد يعدي من المدينه بتاعتنا اصلا، فاللي هيعدي احنا هنقطع طريقه ونسرقه وناخد كل فلوسه عشان تاني مره ما حدش يعدي من هنا. وهذا هو ما حدث بالفعل، اي حد كان بيعدي كانوا بيقطعوا طريقه وبيسرقوا فلوسه. فضلوا يعملوا كده فتره طويله، بس الناس برضه بتتعص وبرضه بيعدوا من عندهم. فجه هنا ابليس وجاب لهم فكره جهنميه، وهي جهنميه فعلا توديهم جهنم على طول. قال لهم خلاص اللي يعدي من عندكم اقطعوا طريقه واسرقوا فلوسه واعملوا معاه الفاحشه، وساعتها اتاكدوا 100% ان اللي هيهوب ناحيه المدينه بتاعتكم هيفكر 1000 مره قبل ما يجي. قالوا لنفسهم طب والله فكره ليه لا، بس كانوا مقلقين شويه لان الموضوع كان جديد عليهم. بس الشيطان ما ادالهمش فرصه يفكروا كتير، وتجسد على هيئه شاب وسيم جدا ودخل المدينه بتاعتهم، ولا كان حد عارف حتى ان ده ابليس. فيعتبر اول شاذ في التاريخ هو ابليس. شافوا الشاب الوسيم وراحوا بكل هدوء سرقوه، خدوا كل الفلوس اللي معاه وعملوا معاه الفاحشه، وحللهم ابليس الفاحشه دي على الاخر، لدرجه ان هم بعد ما خلصوا معاه بداوا يعملوا كده في بعضهم، وتجاهلوا تماما كل الستات والبنات اللي كانوا في القريه اكنهم مش موجودين. واتذكرت اللقطه دي في القران في سوره النمل: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وهنا القصة مسارها هيبدأ يتغير، وهيجي لهم واحد هيبقى سبب في هلاك أهل المدينة واحد. سافر ساعتها للمدينة راجل اسمه لوط، وقصة سيدنا لوط مشهورة جدا عند الكل. سيدنا لوط كان نبي، واتذكر في المسيحية واليهودية على انه راجل صالح، بس في دين الاسلام اتذكر ان هو نبي. وهو ما كانش عايش مع اهل المدينه اصلا، كان عايش في بابل مع سيدنا ابراهيم، وسافر لمدينه سدوم. ولو ما تعرفش فسيدنا ابراهيم يبقى عم سيدنا لوط، وسيدنا ابراهيم هو اللي بعت لوط عليه السلام لمدينه سدوم عشان يوصل الرساله اللي كان كل نبي بيوصلها، انهم يوحدوا بالله ويبعدوا عن المعاصي. وراح سيدنا لوط وحذرهم للمره الاولى ان هم اللي بيعملوه ده غلط وحرام، وطبعا زي اي قوم كافرين ما سمعوش الكلام. فحذرهم للمره الثانيه والثالثه ان انتوا لو ما بطلتوش اللي انتوا بتعملوه ده ربنا هيوريكم عذاب ما جاش زيه على الارض قبل كده، وهتندموا ندم شديد. فردوا عليه وقالوا له: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. انت لو ما بطلتش كلام والنصيحه اللي عمال بتقولها دي هنطردك بره المدينه. تعب منهم سيدنا لوط وراح اشتكى لربنا وقال له انه ما بقاش عارف يعمل معاهم حاجه، والناس دول ما فيش منهم فايده. وهنا بقى استجاب ربنا لدعاء لوط عليه السلام، والقصه هتبدا تاخد منحنى رعب شويه. ربنا بعت ملاكين لقوم لوط متشكلين على هيئه شابين في شده الوسامه، ما فيهمش غلطه هما الاثنين، ونزلوا المدينه وراحوا على بيت لوط عليه السلام. ولوط على فكره ما كانش عارف ان دول ملائكه، كان زيه زي اهل المدينه ما يعرفش مين دول اصلا. راحوا له عند المزرعه بتاعته وقالوا له ان هم ضيوف وبيستاذنوه انهم يباتوا معاه في البيت. وسيدنا لوط كان راجل اخلاق جدا، اتكسف حتى يقول لهم لا، فوافق فعلا على طلبهم وبدا يتمشى معاهم لحد ما وصلوا البيت. وهم في الطريق سيدنا لوط بيحاول يلمح لهم عن اخلاق اهل المدينه وان هم ناس مش كويسين خالص، بيحاول يغير رايهم ويبعدهم عن المدينه، او على الاقل يروحوا مدينه تانية عشان هو فعلا خايف عليهم. بس الشابين كانوا مصرين على المدينه ومصرين ان هم يباتوا عنده. لهم طيب خلاص احنا نستنى لحد ما الليل ما يجي علشان ما فيش حد من اهل المدينه يشوفكم ويعمل معاكم اي حاجه. واستنوا فعلا لحد ما الدنيا ليلت وراحوا على بيت لوط عليه السلام، وقال لكل اللي في البيت يسكتوا ومحدش يجيب سيره انه عنده ضيوف، وقال لمراته بالذات حذرها هي بالاخص ما تجيبش سيره لحد. وركزوا كويس قوي مع تصرفات مراته عشان هقول لكم عليها حاجه مهمه قوي في اخر الفيديو، وهي كانت من اهل المدينه وبتاذي سيدنا لوط كتير، بس هو كان راضي ومستحملها، ووعدها ان هو هيسامحها على كل حاجه عملتها بس بشرط انها ما تجيبش سيره لحد. قالت له طيب تمام مش هجيب سيره لحد، وهي كدابه جدا طبعا. وكان في اشاره او سين بينها وبين اهل المدينه ان اول لما يجي ضيوف لبيت سيدنا لوط تطلع فوق السطح وتولع نار، وده كان معناها ان في ضيوف في البيت. شافوا قوم لوط النار وما كدبوش خبر، لموا بعضهم وراحوا كلهم على بيت سيدنا لوط. وحاول لوط عليه السلام بشتى الطرق انهم يبعدهم عن بيته ويبعدوا عن ضيوفه، وبيقول لهم انا عندي بنات اتجوزوا اي واحده فيهم. اتذكر المشهد ده في القران لما رد عليهم وقال لهم: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون
اتوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد؟ مفيش فيكم راجل واحد عاقل اكلمه؟ لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. برضه مفيش فايده ومش عايزين حد غير الضيوف اللي عنده. خلاص بقى سيدنا لوط ما بقاش عارف يعمل معاهم اي حاجه، ورفع ايده للسماء يدعي ربنا يا رب انجدني من الموقف اللي انا فيه ده. فلما سمعوه الشابين اللي هم ضيوفه وهو بيدعي قالوا له ما تخافش يا لوط، احنا مش بشر عاديين، انما نحن ملكين من عند الله عز وجل وعندنا مهمه جايين نخلصها. وطلع من البيت سيدنا جبريل متجسد على هيئه شاب منهم. فرحوا جدا اهل المدينه ان في واحد طلع اهو شكلها كده هتروح وتحلو. بس حصلت حاجه غريبه قوي، ان سيدنا جبريل بمجرد ما كان بيبص في عين واحد فيهم بيتعمي، بصره بيروح. وعمل كده مع كل اهل المدينه، كلهم اتعموا. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. اما لوط عليه السلام الملائكه طلبت منه ان ياخد بناته ويمشي من المدينه فورا ويروح لمدينه كان ربنا قال له عليه يروح، بناته بس من غير مراته. الناس في المدينه بقوا عمالين بيصرخوا بشكل هستيري، كلهم اتعاونوا مع بعض مره واحده ومحدش بقى عارف يعمل اي حاجه. هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ده العذاب لسه هيبدا. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ربنا امر السماء تمطر حجارة من سجيل، وسجيل دي مكان في نار جهنم والعياذ بالله. وكل حجارة نازلة مكتوب عليها اسم صاحبها، تنزل على دماغه تفلقها نصين. فتخيل انت اعمى والناس اللي عليك بتصرخ وانت مش فاهم في ايه وايه اللي بيحصل، لا وكمان بينزل عليك حجر مولع من نار جهنم. التحدي مع ربنا صعب جدا، ومات اهل المدينه كلهم والمدينه ذات نفسها اتبادت بشكل كامل. بس في حاجه غريبه قوي حصلت وعايزكم كلكم تركزوا فيها. في المسيحيه واليهوديه اتحكت نفس القصه زي ما اتحكت في دين الاسلام، بس بتغيير بسيط ان اهل المدينه اتبادوا بالنار والكبريت. وجه بالصدفه الغريبه في 2015 من حوالي 9 سنين لقوا علماء الاثار مدينه ترجع للعصر البرونزي، وتحديدا في منطقه تل الحمام. واكدوا العلماء ان هي دي مدينه سدوم اللي كان عايش فيها قوم لوط. بس مش دي المشكله، المشكله ان طلع مشرف العمليات الامريكي ستيف كولينز قال القريه دي بتتطابق بالملي مع كلام القران الكريم، واكد ان مفيش اي اثار لحرايق ولا كبريت زي ما كان مكتوب في الكتب الثانيه. تمام؟ ايه العبره بقى اللي ممكن ناخدها من قصه زي دي؟ رقم واحد، ان ربنا قال في القران فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين. بالرغم من انها ما كانتش شاذه جنسيا ولا كانت بتعمل اللي هم بيعملوه، بس كونها شايفه اللي بيحصل وموافقه عليه وبتدعمه وبتساعدهم في الغلط بقت زيها زيهم واتعذبت زيها زيهم. وفي بنات في زماننا ده في 2024 بتعمل زي ما الست دي كانت بتعمل، شايفين الغلط بعينيهم وشايفين ممثله او ممثل ما عارفين ان هو شاذ جنسيا، ومع ذلك بيدعموه وبيعملوا له لايك وبيشيروا اغانيه وافلامه وبيشجعوه على الشذوذ اللي هو بيعمله ويقولوا عليه قد ايه هو شاب كيوت. واللي يجي يقول لها ايه يا بنتي اللي بتعمليه ده ما يصحش وحرام، تقول له انت مش اوبن مايندد وراجعي ومتخلف وغير متحضر بالمره، وكلام تاني بالانجلش كده عشان تبان قد ايه هي مثقفه. فموضوع الاوبن مايندد ده موجود من زمان قوي، من ايام سيدنا لوط. فهل يا بنت الحلال تحب يبقى مصيرك زي مصيرها؟ تحب تشوفي العذاب اللي هي شافته؟ ممكن تشوفيه في الدنيا وفي الاخره، وممكن في الاخره بس. طب وليه تشوفيه اصلا؟ ما تلمي نفسك وخلاص، اسكتي وخلاص. مش كل حاجه لازم تقولي فيها رايك. تعبيرك عن رايك في شيء انت عارفه كويس قوي انه حرام مش حريه شخصيه تماما، ومش هيزودك اي شيء اقسم بالله. ومش هيجروا وراكي في الشارع ويقولوا اللي ما قالتش رايها اهي. حط لسانك جوه بقك واسكتي وخلاص. والكلام للبنات وللشباب برضه. فما بالك يا صاحبي باللي كانوا بيعملوا فاحشه زي دي ربنا عمل فيهم ايه؟ ما بالك بقى باللي بيقتلوا في الاطفال وبيبيدوا الشعوب ربنا هيعمل فيهم ايه؟ اتقل ان بطش ربك لشديد. ونهايه كل ظالم جايه. اتمنى اكون فهمت.